شاء الله يا مولاي أن نصل متأخرين، فوجدنا عدو الله توفيل بن ميخائيل قد نكب المسلمين من أهل زبطرة نكبة عظيمة، فقتل منهم خلقا كثيرا وأسر أعدادا لا تحصى، ومثل بمن صار في يده من المسلمين، فسمل أعينهم وجدع أنوفهم وقطع آذانهم، وارتكب ما لا يستطيع الوصف أن يبلغه ولا العقل أن يتخيله. إن دماء هؤلاء الضحايا لا يحمل وزرها توفيل وحده، إن وزرها هنا. أنا المسؤول عن هؤلاء الضحايا أمام الله إن لم أثأر لهم. أنا خليفة المسلمين وأنا إمامهم، وأنا المسؤول عن حمايتهم. لا عاش ابن هارون الرشيد إن لم يثأر للأطفال والشيوخ والنساء. لا عاش المعتصم إن لم تجد المسلمات من يحمي عرضهم. قد أخبرني هذا الرجل يا مولاي أمرا يجب أن تسمع. قل إني أسمع. يا مولاي، لقد عذب الروم امرأة اسمها شراة العلوية، وساقوها سبيا ونكلوا بها، وقد صرخت بأعلى صوتها: ومعتصما ومعتصما ومعتصما. لبيك يا أختي، لبيك يا أختي، لبيك يا أختي. هذا هو من نشر الرعب والقتل في بلاد المسلمين طيلة 20 عاما. أجل يا مولاي، هذا هو عدو الله بابك الخرمي. قتلت الناس أحياء وحرقتهم أمواتا وعبثت بأشلائهم عبث الكلب لفريسته. اللعنة عليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.